قصة حب بين اتنين تنتهي بالقتل زي ما انت سمعت. لا وكمان اللي قتلت اتحكم لها بالبراءة. طب تعرف بقى ان احداث القصة دي ليها علاقة بعائشة فهمي؟ هي اللي ليها قصر في الزمالك. انا هقولك النهاردة الموضوع كله. مالك القصر الحقيقي هو علي باشا فهمي، وده كان من اثرياء مصر. سنة 1907 كلف مهندس معماري ايطالي ببناء عدة قصور للعائلة المالكة، كان منهم قصر عائشة فهمي. علي فهمي حب امرأة فرنسية كان اسمها مارجريت، وساب أسرته وحياته وسافر باريس، واتفاجئ جدا لما سافر ان هي منفتحة. طبعا هي من فرنسا فأكيد بتتبع العادات والتقاليد الأوروبية. وفي يوم قرر ان يقولها ان هو متضايق من طريقتها. بهدوء أعصاب جابت المسدس وضربته 3 طلقات في راسه، ومش كده، فضلت تصرخ وتقول قتيل قتيل. وكمان القاضي حكم لها بالبراءة، تعاطف معاها، قال ان علي باشا فهمي مش قادر يفهم العادات والتقاليد الأوروبية. بعد ما اتقتل علي باشا اشترت القصر عائشة فهمي أخته، وعشان نبقى عارفين ان ملكية القصر كانت لكل الإخوات، ولكن عائشة اشترت نصيب اخواتها وأصبح القصر بتاعها لوحدها. تعرف بقى ان قصر عائشة فهمي أو عائشة فهمي أصلا كانت متجوزة يوسف وهبي؟ أيوة، وكان عايش معاه في القصر. يوسف وهبي ده الممثل. طب أقول لك على حاجة كمان، تعرف فيلم أولاد زوات؟ هو ده بالظبط قصة حياة علي باشا فهمي، وده كان على خلاف كبير جدا ما بين يوسف وهبي وعائشة فهمي إن هو يعرض قصة حياة أخوها أمام العالم. وسنة 1964 انتقلت ملكية القصر للحكومة المصرية وأصبح مكان أثري. تعالى كده ناخد جولة سريعة في القصر. وانت داخل القصر في الدور الأرضي هتلاقي 6 غرف، وفي المنتصف هتلاقي تمثال. التمثال ده اسمه المفكر. على اليمين في 3 غرف صيفية، دي على النيل يعني غرف بحرية. وعلى الشمال هتلاقي في غرف شتوية يعني قبلية، هتلاقي منهم غرفة الموسيقى، ودي معروفة لأن جدرانها كلها لونها أخضر. وهتلاقي غرفة بلياردو. هنطلع للدور التاني وفي غرفة يابانية، دي غرفة مشهورة جدا لأن أهداها السفير الياباني لعائشة فهمي لما زار القصر، وكل النقوش والجدران معمولة بالزخارف اليابانية. ومن الحاجات المهمة اللي بتدل إن هم كانوا عايشين في رفاهية مطلقة إن الحمامات وقتها ما كانش فيه غاز طبيعي، لكن حمامات القصر كلها فيها غاز طبيعي. هو ده قصر عائشة فهمي. روح شوف القصر وقول لنا ايه شفته هناك، احنا ما قلناهوش. ولكن في مصر في صورة هننقل لك مصر في صورة واحدة مع علياء الهواري.